في مصر. هذا المجرم وصل به الحد إلى محاولة الاستهزاء بكلام الله رب العالمين القرآن الكريم، للدرجة اللي خلته يغني كلام ربنا سبحانه وتعالى على أنغام آلة العود وعلى لحن أحد أغاني أم كلثوم. غنى المجرم آية 81 من سورة ياسين، وهي قول الله: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. شوف المجرم قرأها أو بالأحرى غناها إزاي، ونرجع لكم تاني. الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. اللي سمعتوه ده اسمه دكتور طه عبد الوهاب من محلة مرحوم طنطا الغربية، ودي صورة صفحته الشخصية وفيها رقم تليفونه وعنوانه. البيبي يعرف نفسه على انه خبير اصوات ومقامات ومحكم دولي، وحضرته معروف ومشهور جدا وضيف دائم على كل القنوات المصرية. والله لا اجد كلمات مناسبة ان انا اقولها والناس تلومنا عليها بعدين، لكن النداء الى اي اعلامي محترم او اي قناة محترمة، والله العظيم حرام عليكم، حرام عليكم استضافة الشخص ده او المساعدة في شهرته واعطائه اموال مقابل ظهوره في الاعلام والحفلات. هل وصل بنا الاجرام والاستهتار الى حد العبث بكلام الله رب العالمين؟ يا ناس يا موحدين، ده كفار قريش لم يفعلوا ما فعله هذا المجرم، بل لم نسمع ان المغول حين احتلوا بغداد والشام فعلوا بكتاب الله ما فعله به هذا المجرم، ولم نسمع مثل هذا لا في الحروب الصليبية ولا في محاكم التفتيش في الأندلس. هذا المجرم فعل ما لم يجرؤ أي كائن غير مسلم أن يفعله، وكل ده بسبب التوسع في موضوع قراءة القرآن بالمقامات اللي بتخرج وبتلفت القارئ عن المقصد اللي من أجله شرعت قراءة القرآن، وهي التدبر والخشوع ثم العمل بما فيه. وهنا لابد نوضح أقوال العلماء في بدعة قراءة القرآن بالمقامات الموسيقية. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد المجلد الأول صفحة 493: وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم براء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة، وأنهم أتقى لله من أن يقرأوا بها ويسوغوها. ويقول ابن كثير في كتاب فضائل القرآن صفحة 114: والغرض أن المطلوب شرعا إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع والخضوع والانقياد للطاعة. فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي فالقرآن ينزه عن هذا ويجل، ويعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب. وفي سؤال للشيخ ابن باز عليه رحمة الله عن حكم قراءة القرآن بالمقامات الموسيقية قال: فلا يجوز للمؤمن أن يقرأ القرآن بألحان الغناء وطريقة المغنيين، بل يجب أن يقرأه كما قرأه سلفنا الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، فيقرأه مرتلا متحزنا متخشعا حتى يؤثر في القلوب التي تسمعه وحتى يتأثر هو بذلك. أما أن يقرأه على صفة المغنيين وعلى طريقتهم فهذا لا يجوز. أما تاريخيا فلازم نعرف أن الملحن رياض السنباطي قال أن المغنية أم كلثوم كان حلم حياتها أنها تغني القرآن الكريم، عليها من الله ما تستحق إن كانت فعلت ما قاله ملحنها وصديقها المقرب. والشاعر صالح جودة قال إن الشيخ زكريا أحمد لحن القرآن بالموسيقى فعلا، عليهم جميعا لعنات الله إن صدق ما قيل عنهم. ودي صورة الشيخ الأزهري الصوفي زكريا أحمد عليه من الله ما يستحق لما تحول من شيخ أزهري يحمل كتاب الله ونور السنة النبوية وتحول بعد ذلك إلى مغنوات رخيص. والكاتب الراحل أنيس منصور قال إن الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب غنى نصف سورة الرحمن بالألحان الموسيقية. وقال أنيس منصور إن سمعه هو بيغني سورة الرحمن على
على آلة العود. عليهم جميعا من الله ما يستحقون، إن كان ما قالوه عن بعضهم قد حدث. وفي تجربة أكثر فجرا حصلت من العلمانيين والليبراليين ومدعي التنوير في تونس. كانت التجربة الفجرة دي سنة 2006 في فيلم تونسي للمخرج ناصر خمير بإنتاج إيراني أوروبي مشترك، والفيلم أحداثه صوفية للعلم، والصوفية لا يقولون بحرمة الأغاني ولا يقولون بحرمة المقامات الموسيقية. ولك أن تعلم أيها المسلم أن واضع الموسيقى في المقطع اللي هتسمعه ده هو الموسيقي الفرنسي اليهودي المغربي أرمان دمار. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وعلشان تعرفوا ان العالم كله فعلا مشغول بهدم القرآن وإسقاط وقاره في قلوب الأمة، أحب أصدمك وأقول لك ان الآلة الموسيقية المصاحبة للآية القرآنية في هذا المقطع هي آلة اسمها دودوك، وهي آلة من دولة أرمينيا، أكتر دولة بتبغض الإسلام في التاريخ كله القديم والحديث. والمقصود مش الحكومة فقط هي التي تكره الإسلام أو القساوسة عندهم، بل الشعب كله لا يطيق سماع كلمة إسلام. فهل هي صدفة أن يتم اختيار آلة المزمار الأرميني دودوك لغناء القرآن عليها؟ طبعا ما فيش حاجة صدفة أبدا، خصوصا بعد إنفاق الملايين من الدولارات عليها. ودي صورة الآلة اللي بنتكلم عنها. وبالمرة وعلشان تعرفوا مين أعداء دينكم لازم تعرفوا أن المجرم اللي غنى آيات القرآن الكريم في الفيلم التونسي هو المنشد الصوفي السوري حمزة شاكور اللي هلك عام 2009. عليه من الله ما يستحق. وليست صدفة أن يجتمع العلمان التونسي مع الصليب الأرميني مع الصوفي السوري لغناء القرآن الكريم بمصاحبة الفرقة الموسيقية. وتعال أصدمك أكتر وعرفك أن الشيعة أحباب الصوفية خاضوا نفس التجربة. في مجرم منهم اسمه محسن نمجو غنى القرآن الكريم على أنغام موسيقى ماجنة في جريمة من أبشع جرائم العصر وكل العصور. والسماء وما بنيها والأرض وما تهيها والشمس وزهيها والقمر إذا تليها والنهار إذا جلبها والليل إذا يغشيها والنفس وما سويها وعلمها فجورها وتقويبها والزهر والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما غلا وللآخرة خير لك من الأولى. وأخيرا اللي عمله طه عبد الوهاب هو اللي عمله أسلافه من قبل، وهذه بداية فتنة جديدة، لذا لابد من لفت النظر لها قبل أن تتفاقم. هذه ليست مجرد حلقة بل بلاغ إلى كل من يهمه الأمر في الدولة المصرية لمحاسبة هذا المجرم الذي جدد أفعال الشيعة والأرمن وقام بغناء كلام الله مع الموسيقى. فهل نجد في الأمة الإسلامية اليوم رجال على الأقل يرموا المجرم ده في السجن بعد محاكمته من الدولة؟ لقد أصبحنا والله في زمن باطن الأرض خير لنا من ظاهرها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.